في الفيديو ده هقول لكم على 10 حاجات ممنوع منعا باتا يدخلوا الميكروويف، ورقم 10 هتصدمكم كلكم زي ما صدمتني بالظبط لما عرفت. رقم 1 يا عزيزي الطبق الصيني. الطبق الصيني اللي حرفه مطلي بالذهب، الطبق ده خطر جدا يدخل الميكروويف، وهعمل لكم تجربة عملية دلوقتي عشان تشوفوا خطورته. اتفرجوا كده، انا هطفي النور عشان يبان اللي هيحصل جوه الميكروويف. فخلي بالكوا اي حاجة مطلية بالذهب ممنوع تدخل الميكروويف. رقم 2 الطواجن الفخار. الطواجن الفخار برضو من اخطر الحاجات اللي ممكن تدخل الميكروويف، لان الفخار بيتفاعل مع اشعاعات الميكروويف. ثالث حاجة الاطباق البلاستيك. اي اطباق بلاستيك ممنوع برضو تخش الميكروويف، لان برضو بتتفاعل مع اشعاعات الميكروويف. رقم 4 اي ازاز بلاستيك ممنوع تدخل الميكروويف. تبر وير بقى مش تبر وير، اي حاجة بلاستيك ممنوع تدخل الميكروويف، خاصة ازاز المية. رقم 5 المعالق والشوك، اي حاجة ستانلس برضو ممنوع تدخل الميكروويف. رقم 6 الاكياس البلاستيك. طبعا انا عملت فيديو اللي هو فك كيس الفول في الميكروويف، وما كنتش اعرف ان الكيس غلط، وبعمل الفيديو ده عشان اصلح غلطي. محدش يدخل الاكياس الميكروويف ابدا. رقم 7 لفت المواعين. اوعى تدخل لفت المواعين دي او تدخلي لفت المواعين وهي من غير ميه، او ممكن تتعقم جوه الميكروويف، بس لازم تكون مبلولة قوي. رقم 8 الكوبايات الورق. اي كوبايات ورق ممنوع تدخل الميكروويف. رقم 9 اللي هتصدمني وهتصدمكم كلكم، ممنوع فك تبريد الخبز او العيش بكل انواعه في الميكروويف. في تقرير 12 في اليوم السابع بتاريخ 18 مارس 2024 بيقول الآتي. التقرير بيقول احذر تسخين العيش به سم قاتل، وبيأكدوا ان التسخين الخاطئ بيصيب بفيروس A وقرحة المعدة، وبيسبب خلل للجهاز المناعي، واستخدام الميكروويف بيجلب اشعاعات مسرطنة والعياذ بالله. ربنا يا رب يحفظنا ويحفظكم. اتمنى الفيديو يفيدكم وتنشروه لكل الناس، وسامحوني على الفيديو بتاع الفول، انا اسف.